عاوز تشتري مساحة أرض تكون صغيرة تعمل فيها مشروع استثماري، مشروع صناعي، مشروع تجاري، تكون في لوكيشن برايم وتكون على طريق أسفلت رئيسي. كمان الأرض بتاعتك دي قريبة من مدينة الشيخ زايد، بينك وبين مدينة الشيخ زايد تلت ساعة في حزام مدينة سفنكس، ومساحة 3 فدان ونص. فيها تفاصيل مميزة ممكن تكون مهمة بالنسبة لك وأول مرة هتشوفها عندنا على القناة، فجهز لي قهوتك الجميلة ويلا بينا نخش في التفاصيل العرض المميز اللي معانا النهاردة. المساحة الإجمالية بتاعة العرض اللي معانا 3 فدان ونص على طريق أبو غالب الأسفلت الرئيسي، متفرع من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، في لوكيشن مميز جدا. كمان جنبك مول بيتعمل جنب الأرض بتاعتك ليها مستقبل كبير، لأن طريق أبو غالب ده هيبقى محور طريق سفنكس، هيبقى طريق مزدوج رايح جاي، وهيبقى محور من المحاور الرئيسية. كمان الأرض متساب الحرم بتاعها، يعني لو في أي توسعات حصلت في الأرض مش هتاخد منك أي مساحة على الإطلاق هتتهدر من الأرض بتاعتك. الأرض بتاعتك فيها المية وفيها الكهرباء، وإحنا داخلين كده مع بعض الأرض هتكون على إيدك اليمين. دول هيكونوا ال3 فدان ونص بتوعك، الأرض هتكون على إيدك اليمين، دول ال3 فدان ونص. الملكية ملكية مسجلة شهر عقاري، يعني مفيش أقوى من ده سند ملكية هتلاقيه في السوق العقاري كله. كمان بنقدمها لك بسعر مميز جدا جدا جدا. هقول لكم على الواجهه بتاعتك على الطريق الاسفلت 41 متر، كمان دبل فيس، يعني الشارع اللي احنا واقفين عليه ده هو تحديدا 6 متر، انت ليك فيه النص تتحمل فيه النص، يعني الارض بتاعتك على ناصيه على طريق اسفلت رئيسي وكمان على طريق اسفلت جانبي. بالنسبه للمرافق عندك بير ميه، البير على 15 فدان، 15 فدان يعني انت 3.5 فدان ليك ربع بير، وعداد الكهرباء اللي موجود في الارض موجود قدره 100 كيلو. هتقدر زي ما قلت لك تعمل مشروع سواء صناعي استثماري او مشروع تجاري. المنطقه قادمه وبقوه، كمان لو حبيت يبقى عندك مزرعه في لوكيشن برايم ولوكيشن مميز هتقدر تبني فيلا، تبني استراحه، وتعمل مزرعه نموذجيه على طريق ابو غالب. ملكيه نهائيه وسعر مميز جدا. كمان هتقدر تتواصل معانا على الارقام اللي موجوده على الاعلان، ولو في تفصيله ناقصه في الاعلان هتقدر تحط تعليق بتم، هنرسل لك على الخاص كل التفاصيل، او هترفع سماعه التليفون هنقول لك شبيك لبيك امز العروض العقاريه بين ايديك، ونديك كل التفاصيل اللي انت عاوزها او التفاصيل اللي ناقصه. ببلغكم تحياتي وتقديري، وما تنساش الاشتراك في القناه. كان معاكم محمد المصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.